بشرتك دهنيه وموجود فيها زيوت كتير بتضايقك جدا، ومجموعه الزيوت دي مهما غسلتي بشرتك برضو لسه في زيوت وبتكتر جدا الحبوب، بتكتر بطريقه غير طبيعيه، جبتلك حل يا جماعه. عايزه اقول لكم ان موجود في كل بيت وحرفيا سحر للبشره. عايزه اقول لك ان لو حطيتيه كل يوم بس على بشرتك واستخدمتيه باستمرار، باذن الله بتلاقي ان الحبوب اختفت تماما، بتقل تدريجي لحد ما بتختفي تماما. الزيوت اللي موجوده في البشره بتبتدي تقل برضو تدريجي لحد برضو ما بتختفي او بيتعدل معدل الزيوت في بشرتك، سواء بشرتك دهنيه او مختلطه، باذن الله بتختفي تماما. كل الكلام ده مع الاستمراريه. اهم حاجه حبيبي، لاول مره تشوفوني يا ريت تدعموني باشتراك في القناه، ونصلي على النبي كتير جدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تضغطوا على لايك علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا. الحل زي ما قلت لكم موجود عندنا في كل بيت، ومش هيكلفك اصلا حتى 2 جنيه. هتجيبي اي كوبايه ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابه تجيبي كوبايه ميه وتعملي معايا الوصفه، تمام. حابه تحطيها في اي بخاخ عندك نظيف طبعا ومعقم، برده مفيش اي مشكله. زي ما انت عايزه تستخدمي الوصفه استخدميها. المهم ان انا هجيب عندي كوبايه ميه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هي كوبايه ميه صغيره، وهبدا ان انا احط عليهم معلقه صغيره من الملح العادي، ملح الطعام العادي. عايزه اقول لكم انه بينظف البشره جدا، وكمان عايزه اقول لكم ان ما ملوش اي تاثير سلبي على البشره. جميع الدكاتره بينصحوا بالوصفه دي. عايزه اقول لكم وصفه حلوه جدا ومجربه، وبتساعد جدا في اخفاء جميع الحبوب واللي بتطلع في البشره، بالذات الحبوب الصغيره بتطلع في الجبهه. واهم حاجه ان احنا نستخدم الوصفه دي ازاي. زي ما قلت لكم، مقدار الملح معلقه صغيره ممسوحه، معلقه صغيره ممسوحه على كوبايه من الميه. مقدار الملح هنا خفيف جدا، بس عايزه اقولك انه هينظف بشرتك جدا بعمق، هيساعد على التخلص من الزيوت الزايده اللي بتسبب لك حب الشباب. والوصفه دي عايزه اقول لكم ان انتوا هتستخدموها. اول حاجه هتغسلي بشرتك بالصابونه المخصصه لنوع البشره الدهنيه او المختلطه، او لاي بشره بيطلع لها حبوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه. بصوا الخلطه معايا، هتحطوها بقى في سبراي، وبعد طبعا ما تنضفي بشرتك كويس جدا زي ما قلت لك بالغسول، هتاخدي الخلطه دي وهتحطيها على بشرتك بقطنه بقى، ترشي سبراي وتسيبيها، مفيش اي مشكله. اعملي الخلطه دي صبح وليل، ملهاش اي تاثير سلبي خالص، بالعكس بتنضف البشره جدا. بصوا زي ما انتم شايفين الميه ما فيهاش اي حاجه خالص. كميه الملح اللي احنا حطيناها قليله جدا، بس بتساعد جدا على تنظيف البشره وتنظيف مسام البشره، وبتقلل جدا الزيوت في البشره الدهنيه والمختلفه والمختلطه عفوا. وعايزاكم حبايب قلبي تجربوها، مش هتخسروا، مش هتاخد منكم اي وقت خالص. بقطنه كده وامسحي على بشرتك، او حطيها في سبراي وبخي على بشرتك صبح وليل، وجربي الوصفه دي، وباذن الله مع نهايه رمضان الحبوب هتقل جدا. وكمان يا جماعه عايزه اقول لكم الزيوت اللي بتطلع في البشرات هتقل برضو جدا، والحبوب الصغيره اللي موجوده في الجبهه موجوده في البشره عموما برضو هتقل جدا تدريجي طبعا، وانت هتلاحظي الفرق. وانت كده بتحافظي على مسام بشرتك بالخلطه اللي احنا عملناها دي. عايزاكم تجربوها، مش تاخد منكم 5 دقايق بس، حرفيا نينجا في تنظيف البشره ومسام البشره. جربوها، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا، واشوفكم فيديو جديد حبايبي، وصفات تانية جديده. مع السلامه.